أشهر جزيرة ساحلية في تونس كلها. هنعرف أهم أسرار جزيرة جربة في تونس. حارة بقى زمان كانوا يجوا يقعدوا في الكافيه ده. أول مرة ليا جوه معبد يهودي، عمري ما دخلت معبد يهودي قبل كده. تعرفش لهنا علاش فما 3 دقات؟ ده ليه بقى؟ لسه جربة؟ والأماكن اللي الناس بتزورها وبياكلوا إيه وعايشين إزاي. أقوى بريك في تونس. عندنا اقوى بائع جزم جربيه في تونس كامله. العالم يقول لك ايمن. السلام عليكم. عبد الرحمن من كيفك؟ فلفل وقرع عسل وبيض وزيت زيتون، ميكس غريب. وطبعا هل تستاهل الزيارة ولا لا؟ خليكم معانا واحنا بنستكشف الجزيرة وبنتفرج على أهم 8 أماكن وحاجات تتعمل على جزيرة جربة. جربة! صباح الخير يا جماعة من جزيرة الأحلام في تونس. احنا في جربة، يعني نسبيا في وسط المدينة. نروح الأول نفطر عند قهوة أو كافيه بن يدير، من أشهر القهاوي اللي موجودة عامة في تونس بشكل عام. القهوة بتاعتهم حكاية. المكان كان حرفيا ريحته قهوة يا جماعة. الريحة فعلا قوية. نجيب بقى واحد قهوة باللبن عشان هما ما عندهمش قهوة تركي هنا للأسف. نجيب أي حاجة من البيستريز دي ناكلها ونتجه بقى ونبدأ اليوم بتاعنا. إضال جه أهو. صباح الفل. أيوه. ما نشربش قهوه يعني اول مره. ما بيشربش قهوة. انا ما بحبش نشرب قهوه. بصوا يا جماعة شكل القهوة عامل ازاي. بصوا جمال. شكلها تحفة الصراحة. ابان كرواسون مش تاكلها. تبان كرواسون؟ ابان كرواسون. دي أبان. بنينة يعني. اوكي. ضل بيقول ان دي أبان كرواسون موجودة في ايه؟ بن يدر ولا في تونس؟ في جربه. ماشي في جربة. الراجل خبرة برضه في جربة، عاش هنا فوق ال5 سنين، فهو عارف هو بيقول ايه. بسم الله. دي كرواسون بيستاشيو يا جماعة. لا بنينة فعلا، لا فشيخة تحفة. لا بنينة الصراحة حلوة قوي. عجبني ريحة القهوة والله. لا القهوة قوية. نفطر ونستعد بقى لليوم بتاعنا. عندنا يوم طويل. بتاعك اسمه ايه؟ اسمه مسعود. مسعود؟ ازيك يا مسعود؟ عامل ايه؟ عندك حليب غادي؟ جمل صغير قوي، انا عمري ما شفت جمل صغير كده. هنا هتشوف كل حيوان. في حمار صغير. حمار صغير؟ في نسر، في فنك، في كل حاجات هنا. معانا النهارده ادم الجايد بتاعنا، اقوى جايد في جربة. انا ادم المرشد السياحي للحي هذا اللي يدعى اسمه جربة هود. هود هي كلمه انجليزيه معنى نتاعها حي. خاطر هذه المنطقه تو حي جربة كيما نقولوا، اللي هي المركز نتاع جربة. اوكي. اللي هي تلم بيه برشا رسومات. وكل رسمه رسمها فنان من مختلف 30 دوله. دي حاجه من الحاجات اللي احنا هنتفرج عليها، جرافيتي. اوكي هنبدا بالرسومات هذوما هنا. يلا. هذوما الرسومات هنا هم قصه واحده. تمام. النهجه دي نسموه نهج الحرقه، اللي هي الهجره غير شرعيه. خاطر كيما تعرف لهنا في الجزائر والمغرب وتونس في كثير يروحوا بالقارب لاوروبا. صح. بالهجره. كيفاش راحوا لاوروبا؟ مات في البحر، عملوا فوق النورس. النورس كي يلقى يبسه يوقف فوقه يرمز بها للموت. بعدين الارتيست زادها احلام خلف البحار. احلام وطموحاتهم كل خارج حدود الوطن، خلف البحار، يعني في اوروبا. زايدينهم القوارب والموج. كيفاش يقصدوا يجسدوا بها. كل يوم كثير يروحوا بالقوارب، الموج يضرب القوارب، كثير ناس قاعدين يخسروا فيهم. بالضبط. الناس تموت. ختمها بعتلي في الرسمه هذه اللي هذوما الطبعه نتاع الباسبور. عندما تروح لبلاصه يطبعوا لك خروج، وعندما تدخل مكان يطبعوا لك دخول. المقصود بها اللي هي في كثير ناس قاعده تروح، اللي ماتوا في البحر، اللي بقوا غادي عجبتهم الظروف، اللي ناكرين في بلادهم اقل من اللي رجعوا. كما تشوفوا نسبه اللي خرجوا اكثر من اللي دخلوا. اوكي فهمت. حلو. اللي هم هذوما زوج فنانين، فارس كاشو ارتيست من سوريا، وبنجو ارتيست تونسي. المفروض جربة هود اللي احنا فيه ده فيه 3 ديانات. في اليهودية والمسيحية والمسلمين. والمسلمين 3 عايشين مع بعض. 3 عايشين مع بعض. مفيش مشاكل. مفيش مشاكل الحمد لله. اوكي. حلو جرافيتي وحلوه قصص الرسومات اللي موجوده هنا في الحي بتاع جربة الصراحه. ولكن هنا كانوا يعيشوا نسبه كبيره من اليهود. نسبه الاكبر نسبه كبيره بالضبط. بس الحين في 6 عائلات فقط لهنا في الحي هذا، واكثر من 1300 شخص في الحاره الكبيره. 6 عائلات يهوديه. 6 عائلات. واكثر من 1300 شخص في الحاره الكبيره. في الحاره الكبيره. احنا دلوقتي في الحاره الصغيره. في الحاره الصغيره احنا تو. اوكي الحاره تمام. الصغيره كما نقول، خاطر هذه
هذه اسم المنطقه، هي جربه هو جايه في وسط الحاره الصغيره، والحاره الصغيره تتبع كما نقولوا لبلديه الرياض. تمام. ولهنا كما نشوفوا عندنا المنزل نتاع السكان نتاع جربه اللي نسموه الحوش لهنا. يعني ده بيبقى المسجد الاصلي لسكان جربه قديما صح بالضبط. كده؟ بس مش كده، في كتير فرق، بس بعدين بيغيروا في الديكوريشن نتاعها اللي تولي دار ضيافه يتكرى للسياح. تمام بالضبط. اللي كل دار ضيافه لهنا تلقى فيها القوس هذايا على الجنب. وتعرفش لهنا علاش فما 3 دقات؟ ده ليه بقى؟ ليه؟ واحد لاهل الدار، واحد للضيوف، واحد لو معاه مثلا لو في راجل. لا برضه. بالضبط، اما قريب مش بعيد. قريب ماشي. علاش 3؟ باش مول الدار اللي يسكن لهنا صاحب الدار هذه مبسوط يعرف من الضيف. هذه الصغار لخاطر الكثريه نتاعهم الحجم نتاعهم صغار مينونات تقولوا بالمصري. وهذه لهنا للنساء لخاطر ديما متوسطين. وهذه لهنا للرجال لخاطر الكثريه الحجم نتاعهم ديما طويل الرجال. اوكي. وعلاش باب صغير وباب كبير؟ دي اللي ايه معلش تاني؟ هذه للامراه. امراه، رجال، اطفال. الاطفال. اوكي ماشي. وعلاش في باب صغير وباب كبير؟ لا بقى استنى. تاني هذه عشان ايه الستات والرجاله يعني ولا لا. ايه؟ حيوانات. لا. يدخل حمار مثلا او جمل. لا برضو. ليه فيها الباب الصغير الحياه اليوميه لكل يوم. علاش صغير؟ احترام وتقديس للدار. تمام. قبل ما تدخل باش تطبس باش تنحني اوبليغاتوار عليك باش تنحني. تمام. احترام وتقديس للدار. والباب الكبير للمناسبات. لهنا قبل في تونس عندنا مثلا في التقاليد نتاعنا كان مثلا واحد مشى باش يطلب يد الطفله يد البنت من ابوها بالخطبه كما نقولوا احنا نسموها. كان الوالد نتاعها حلها الباب الصغير راهو مرفوض، الباب الكبير راهو مقبول. والله هكا علاش عندنا مثل يمشي يخطب يقول له ندخل من الباب الكبير. اوكي ماشي. لا حلو. ورانا دي رسمه لشخص يهودي ليه قصه معينه. هو كان عايش هنا في جربه يعني صح؟ كان عايش في جربه هو. حتى كان كي مشيتوا المعبد تاع اليهود الغريبه السيناغوج في كثير كارت بوستال موجودين فيه خاطر هو كان المدير نتاع السيناغوج قبل زاده. والله. والرسمه خدمتها 3 دي. تركز في العين. بصوا على عينيه. هم عندهم الموناليزا احنا عندنا اللوحه هذه. عمل ايه بقى الراجل ده؟ هذا يساعد كثير توانسه قبل باش يمشوا يروحوا لفرنسا بالباسبور من غير الفيزا. يعني ساعدهم بس امتى؟ انهي فتره في فتره قديمه كي كانت وقتها بريود جت وقتها تونس باش يمشوا لفرنسا من دون تاشيرات بالباسبور بركه. الوقت ده ما كانش فتره كويسه في تونس فكان وداهم هناك. بالضبط. اوكي اللي هم يهود تونس. فما اليهود تونس وقليل اللي كانوا كيما نقولوا كيفاش نقولها حبوا يخرجوا ما هم مسلمين اي تايقوا في شخص. فهمت. اوكي. هو الراجل ده اسمه ايه؟ داني كوهين. ماشي. اسمه داني كوهين، احدى اليهود المشهورين جدا هنا في جربه صح كده؟ صح. دار يهودي تلقى في الكوام تاع الباب مزوزه، المزوزه هي مجسم اللوح موجوده في كل كوام تاع الباب يبوسوها قبل ما يدخلوا. فين بقى هي؟ هنا موجوده غادي. ده بتعلم الدير. نعم بتعلم الدير يعني ده دير يهودي صح كده؟ هذاك اللي من غادي وهذوما هيك. ده واحد وفي واحد تاني هنا غادي كيما احنا عندنا مسلمين ثقافه ادخل بساقك اليمين قول بسم الله. صح. هم عندهم هذيك المزوزه. هو الباب ده صح؟ هنا البيضه هذيك لوحه صغيره. دي عباره عن ايه يعني؟ كيما نقولوا احنا مثلا المسلمين عندنا ثقافه ادخل بساقك اليمين وقول بسم الله. اللوحه دي هذيك البيضه هنا الحته اللي في الجنب الصغيره دي دي عباره عن ايه؟ هذيك كما نقولوا المزوزه يبوسوها قبل ما يدخلوا، ثقافتهم وتقاليدهم هكاك. يبوسوا الحته البيضه دي قبل لما يخشوا الدار بتاعهم ولا الدير؟ الدار يعني هي موجوده على الديارات بتاعتهم. في المدخل بتاع الدار موجودين. فهمت. اسمها المزوزه. اوكي. عادات اليهود. معلومه جامده. بصوا كميه الفخار اللي موجود هنا مش طبيعي. فخار في كل حته. سالت نضال قال لي الفخار ده بيستخدموه في الصيد، يصطادوا بيه بقى ايه؟ الاخطبوط. سموه ايه انتوا؟ جرنيت. الاخطبوط يخش جوه البتاع الفخار دي ويصطادوه. عشان كده بصوا كميه يا جماعه الفخار. ايه كل دي حاجات صيد لان احنا في منطقه بتاعه الصيد يعني زي ما تشوفوا هناك في شبكه اهو. شوف ادوات الصيد اهو. وننطلق بقى على ايه؟ المارينا. ادينا اهو عند المارينا، المدخل الاساسي مارينا جربه. في المينا هنا قبل لسه ما نخش المينا نستكشف الدنيا جوه وكده. مفروض
ان هي الجزيره اللي هناك دي اسمها ايه؟ عين ايه؟ لا راس الرمل هذيك. راس الرمل. الجزيره اسمها راس الرمل. دي حاجه مشابهه للجزيره بتاعت جرجيس اللي احنا رحناها، ولكن نضال بيقول ان هي لكجوريوس اكتر. وهناك ده المكان بتاعها. طبعا احنا هنا عند المينا يعتبر في مد وجزر جامد قوي. لو الاجواء بقى والاماكن كلها مفتوحه وكده، ولكن طبعا الصبح اماكن قليله اللي تكون فاتحه علشان سخونه، الدنيا بتبقى حر شويه. كده احنا يعتبر في المنطقه بتاعت الكافيهات عند المارينا ورانا هنا. طبعا مش ناس كتيرة قاعدة بسبب الحرارة. المكان ده بالليل بيبقى أكيد خطير. الأجواء كلها ليلية هنا، صح؟ هنا الصبح تروح البحر، بالليل خلاص كده. بالليل تيجي بقى إيه، تقعد على الكافيهات وكده. كل الكافيهات اللي موجودة هنا كافيهات جميلة، شكلها جميل. هنا طبعا بالليل تقعد تاكل بقى، تشرب حاجة، كل الكلام ده. ما زلنا مكملين الجولة بتاعتنا في جربة، دلوقتي منطلقين. فدلوقتي بقى منطلقين على فين؟ احنا رايحين سوق الحامة، صح؟ لا، حمة السوق. رايحين حمة السوق. رايحين حمة السوق. أوكي. سوق رباع. سوق اسمه سوق رباع. سوق رباع، السوق العربي. ده السوق العربي، سوق القديم هنا. العتيق. اوكي. يلا بينا. وصلنا اخيرا حمة السوق، وادي الدخله بتاعت السوق. هنستكشف حمة السوق. هنستكشف حمة السوق. سوق رباع، حمة السوق. بصوا على المدخل. المدينة العتيقة. كل حاجه كل شيء موجود. بس المدخل بصوا العماره بتاعته يعني كل سوق عتيق ليه الشكل بتاعه من ولايه للتانيه. يعني احنا رحنا سوق عتيق في كذا ولايه، ده برضو شكله مختلف خالص. كل مكان ليه الشكل المختلف بتاعه. ده من الاماكن الجميله اللي هنا، بس للاسف جوه مانعين التصوير. ننصحكم معنا انكم تمشوا له معنا. هو حلو، القعده فيه حلوه الصراحه، بس هم مانعين التصوير. فانت ايه، تخش بقى على السوق على طول. السلام عليكم. السلام عليكم. لا بس. ايوه. قولوا جونا احلى جو. بدانا في جربه وني بيان. جو في جربه احلى جو. احلى جو وعز جو. وعز شيخه. قول انت كيف تقول كيف وعز شيخه. على ايه؟ وعز شيخه في جربه. اجوا قدانا. ايجوا شنو؟ اجوا قدانا. ايجوا بحذانه. اجوا بحذانه. ولا قدانا كيما تحبوا انتم. والله العظيم خلي لي قدك. شكرا. والله اخذناك يا عزيزي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. تفضل. نعمل ايه جوه بقى؟ تفضل يا غالي تفضل. هنعمل ايه هنا؟ تفضل يا غالي. خلاص كده؟ ما شاء الله. احكينا على الفندق هذا. كيفاش؟ الفندق هذا كان ما شاء الله والدنيا سمحه ياسر. جات القوريه هردت. ايه شنو كيفاش؟ الفندق هذا قبل كيفاش كان؟ قبل معناها. نحكي قبل زمان، احكي لي شنو قصه قبل هذا الفندق. كانت ناس تجيب الصوف. الصوف معناها يخدموا مثلا الفرارش واكل الكدرون تاع الجرابه. فهمت؟ ويبيعوا فيه الصوف، واللي عنده مثلا قضيه ولا مثلا مصروف ولا طفاف ولا حاجه يجيبوهم مرصين العباد، يجيبوهم غاديك في الفندق ويرتاحوا فيه ويبيعوا فيه كلانه ويبيعوا فيه الصوف ويبيعوا فيه برشا حاجات. وحاجه واحده اخرى زادها، انت مثلا عندك نعجه ولا معزه دخلت لجناني وكلات لي حاجه بار اكزومبل الرمان ولا كلات لي الغرس، نمشي نهز الفندق يحبسوها غاديك، يجي يزموا مولاها ويتفاهموا معاه، يقولوا هذه المعزه وشدينا لامس محظوظ. الفندق كمان احبسوا المعزه. ولا نعجه ولا حاجه. هذاك عام 77 78 75 71 72. في 50 سنه مثلا. اكثر من 50 سنه. اكثر من 50 اكثر. نقولوا الستينيات السبعينيات. 60 70 هكا كانت قبل. غريب حياه غريبه. لا والله اجواء السوق لذيذه، الناس لذيذه، اجواء حلوه والله. الناس هنا جميله والله العظيم. سكينه واستقبال. هي الغريبه فعلا الهدوء، بس ده مش طبيعي صح؟ يعني في الصيف الزياده الدنيا هنا بتبقى زحمه بقى صح؟ زحمه في الاوقات ابتداء من الوقت هذا خاطر سخن اول النهار. بس مستغرب فعلا يا بصوا، منطقه سياحيه رهيبه. احنا هنا يعني يعتبر في السوق العتيق بتاع جربه، والدنيا بتاع لبس الجربي كلهم لابسين. لبس جربه؟ كلهم لابسين لبس جربه. اسمها ايه؟ بلوزه؟ اوكي. رسالة مظلظة. مع اجواء الكافيه هنا. كافيه الزراعه. كافيه الزراعه تحفه. اجواء انت قلت لي ده بقى له 130 سنه باين؟ 120 سنه. 120 سنه كافيه الزراعه. كان اسمها مقهى البحاره. كان اسمها مقهى البحاره، يعني البحاره بقى زمان بجد كانوا بيجوا بقى فعلا ويقعدوا هنا. ما احنا على البحر، احنا على البحر هنا على الجزيره، فكانوا مسمينه كافيه البحاره. البحاره بقى زمان كانوا يجوا يقعدوا
في الكافيه ده. اجواء خطيره والله بجد. فعلا السوق العتيق جميل. خلينا السوق الرابعه اهو. كل دي بقى ايه السوفونيرز بقى والحاجات اللي بيبيعوها هنا. شفنا شبهها كده كده شفنا شبه السوفونيرز يعني في سيدي بوسعيد. سيدي بوسعيد والسوق العتيق بتاع تونس وسوسه حمامات نفس الحاجات حاجات اللي بتلقاهم غادي باختلاف بقى شكل السوق نفسه باختلاف العماره. السلام عليكم. نفس الحاجات اللي بتلقاهم في السوق متاع حتى سيدي بوسعيد ولا حمامات ولا صح نفس الحاجات. دي عمة تقليدية برضو بتاعتكم؟ لا هذه تقليدية. دي التقليدية هذه صح؟ انما الثانية دي لا هذه تقليدية. مش مشكلة عادي. لبستها قبل كده شكرا. السوق العتيق ده الناس بس اللي بتشتري منه سياح، ما اظنش ان انتوا بتشتروا منه حاجة يعني. تشتروا برضو من هنا؟ تشتروا ايه بقى؟ لوازم الاعراس. لوازم تيجي والله العظيم. افراح لوازم الافراح والاعراس. اوكي. يقول يعني دي حاجات مثلا افراح او كده؟ الجبايب القفطانات. دي حاجات افراح؟ دي حاجات افراح. دي اللباس الجربي للعريس. والله العظيم بالعريس الجربي يلبس اللون ده. اللون ولا الشكل بس؟ البلوزه والشكل واللون. اوكي يعني اللون ده اساسي. هذا مشهوره به جزيره جربه. اللي هو اللون الاخضر الغامق يعني. صحيح. تمام. يقولوا الجزمه. جزم. الجزمه التقليديه التونسيه والجربيه. دول صح؟ صحيح. الشكل ده. عندنا اقوى بائع جزم جربيه في تونس كامله. العالم يقول لك ايمن. السلام عليكم. عبد الرحمن من كيفك؟ بخير؟ لا بس الامور تمام. تعال نبص يلا. علي بابا. تعال نشوف الحذاء التقليدي بتاع الستات. ده بتاع الستات صح؟ بتاع النساء. نساء ثم بتاع الرجالي ده رجالي تقليدي برضه صح؟ هذا هذه موديفيكيشن جزء بربري امازيغ. زي ما انت مش في اي حته في جربة عامه هتلاقي الجرافيتي او جرافيتي مختلف على الحيط الصراحه. يعني هتلاقي بقى كل حد كاتب برضو اسمه هنا على الجرافيتي معمول بستايل لذيذ الصراحه. يعني شفنا كذا ادي واحد تاني اهو قدام بس جرافيتي برضه نفس او زيد نفس الشخص اللي عامل الجرافيتي. بس من الحاجات المميزه الصراحه في الازقه والاماكن الضيقه في السوق هنا او الاسواق التانيه اللي زورناها ان جزء الجرافيتي او الجزء اللي هم مهتمين بالجزء الشكلي بتاع المكان طبعا. وستايل الازقه والاسواق طبعا في تونس غني عن التعريف. الابيض والازرق وكل الكلام ده الستايل بتاعهم والابواب الخطيره بتاعتهم مش طبيعي. احنا كده داخلين المعبد اليهودي سيناجوج الغريبه او معبد الغريبه. بصوا ادي احنا كده داخلين المعبد اليهودي. اول مره في حياتي اخش معبد يهودي. حتى اول مره على انت جيت؟ لا اول مره تخش برضه. عمري ما دخلت معبد يهودي في حياتي قبل كده. حتى اول مره في معبد يهودي. المعبد اليهودي ده مش زي اي معبد يهودي في الدنيا لان اليهود بيجوا يحجوا هنا. بيجوا يحجوا هنا في شهر مايو كل سنه يوم 3 و4 و5 عندهم حج هنا في تونس. يجوا المعبد اللي قدامنا ده اللي هو معبد غريبه ويجوا يحجوا هنا. فاحنا دلوقتي داخلين بقى معبد اليهودي نفسه. دخول للمعبد. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. كيف الاجواء؟ اوكي تفضل. تجي مسلق غاديك نحل صورتكم ونعمل صوره ثانيه. مرحبا. اوكي مرحبا. شكرا. اوكي. فيش شكون يحكي معنا؟ صورتك الشارع مش تحب تسلم. اوكي. هنا؟ قال لك كيف تدخل غادي نحط الصباغه نتاعك. احنا كده داخلين على المعبد اليهودي. ادي نجمة داوود اهي. أول مرة ليا جوه معبد يهودي. عمري ما دخلت معبد يهودي قبل كده. بصوا
دي كتابات نجم داوود. وكتابات على الفضة او النحاس او الحاجات اللي احنا شايفينها دي. طبعا ما اعرفش معنى الكتابات ايه. وده زي ضريح للمرأة اللي اسمها غريبة، ان هي حد المفروض بالنسبة لهم اتحرق، حد حصل حريقة والست دي كانت جوه الحريقة وما حصلهاش اي حاجة فعملوا لها ضريح. كل دي حاجات يهودية، كتابات. دي الكتب. احنا كده جوه المعبد. بصوا المعبد شكله عامل ازاي، الالوان بتاعة المعبد. هنا يجوا يولعوا شمعة، يسيبوا تقريبا الأمنية بتاعتهم هنا. دي بقى طقوس بتاعتهم. هنا بيكون ماء مهم صح؟ ما عادي يا اخويا. هما يعني الناس بتشرب منه الماء ده؟ يغسلوا بيه في ايديهم اخويا. بيغسلوا بيه ايديهم يعني هنا. هو احساس غريب فعلا ان انت داخل معبد يهودي لاول مره. يعني وبرضو نضال كان بيقول لي المايه اللي احنا شفناها جوه دي زي بالنسبه لهم زي ميه زمزم بالنسبه لنا احنا، اللي هو ميه مقدسه ومباركه. هم يقرا عليها ذاك الشيخ بيقرا عليها التوراه مثلا. بعد ما زورنا المعبد، الهدف الاساسي من زيارتنا للمعبد هو ان احنا نشوف هو ليه كان في تواجد اصلا لليهود في تونس، هم بيعملوا ايه هنا، ليه المعبد ده موجود هنا، بيعملوا ايه في المعبد ده ايه تاريخه وايه اصله، كل الكلام ده. ودخلنا اتعرفنا على المعبد وكل حاجه كانت بتحصل هنا. المفروض ان بالنسبه لهم يعني على طول الناس بتيجي تحج هنا، ده الحاجه المتعارف عليها، ولكن اتضح لنا يعني من كلام مع احدى الناس اللي شغاله جوه ان ده زي ضريح للست اللي اسمها غريبه. وغريبه دي المفروض ان هي كانت في حريق، والحريق ده يعني هي ما اتلمستش في الحريق، الناس كلها ماتت الا غريبه دي. ده بقى المفروض ان هو واخد احسن بريك ماشي، يعني المفروض ان هم بيعملوا زي مسابقات عندهم وكده، وبيبقى فيها بقى جادجز وحكام ومش عارف ايه، وبياخدوا بقى مراتب. فده اول واحد اسمه غزيل. غزيل. يلا بينا. هم شعار اقوى بريك في الافريق. اقوى بريك في الافريق. يلا خش نشوف البريك تعمل ازاي. السلام عليكم. دي مكونات البريك. مكونات سانتوس. البريك هناك ماشي. هطلع دوس. السلام عليكم. البريك اهو بيتحط يتقلي في الزيت، وهو بيعملوا هنا بقى ايه في الجاهز. مرح. دي بطاطا هريسه معدوس. الله ده ايه ده بقى؟ كبار. ماشي مش عارف ايه الكبار ده بس يعملوا هنا كده. الله خطير. وتاكل بريك. تاكل بريك اقوى بريك. اقوى بريك في الافريق. يلا ندوق اقوى بريك في تونس. اقوى بريك ده اقوى بريك. اسمع القرمشه. قرمشه رهيبه. هي اهم حاجه القرمشه دي صح؟ هقرمش حاضر. بريكه مش مقرمشه يبقى وحشه. تقول لي نفسها اللي كليتها في الاوتيل ولا لا؟ لا طبعا مش نفسها. لا طبعا. يا نهار ابيض. لا دي مش مقرمشه بس، دي مقرمشه ليمون. ماشي نجرب البريك بالليمون. بسم الله. حوش بيه مرو. بنينه برشا. ايه رايك؟ بنينه برشا. لا جامده تحفه. لا وبعدين بتقرمش زي ما انت قلت فعلا، قرمشه رهيبه. تحفه. نضل حب البريك شويه.
هذه الثانية. عادي نبقى ناكل الثالثة والرابعة. لا بس خطير. دي ايه؟ بوغا. بوجا؟ مشروب غازي. مشروب تونسي ده بقى. تونسي. بوجا تونسي. زي البيبسي يعني؟ اه اوكي. بصراحة تونسي. 100 100. بسم الله. بسم الله. يلا انا والشيف بعد البوريك ما زلنا والله بنتمشى في الاسواق الجميله بتاعت جيربا. بجد الاسواق بتريح النفس كده والله العظيم، فيها راحه نفسيه المكان. اجواءه فعلا طيبه كده جميله يعني. بص كل حاجه بالابيض والازرق برضو. بص دي قهوه، دي قهوه، ده منظر القهوه خطيره والله. رايحين نجرب بقى اكله تانية جيربا برضو واخدين فيها رقم 1. كفتاج. الكفتاجي. حاجه اسمها الكفتاج. هو اخذ الجائزة بتاع افضل كفتاجي في تونس. الراجل اللي احنا رايحين له ده المحل اللي ماشيين له تو هو واخذ احسن كفتاجي في تونس. توب. ما اعرفش جربوا اقوى كفتاجي تنجم تاكله في تونس. يعني انت لو هتقرر تاكل كفتاجي تيجي هنا او تستنى لحد ما تيجي جيربا وتروح تاكل كفتاج هو والبريك اللي لسه واكلينه ده. هما الزوز هذوما واخدين اقوى جائزة احسن بريك واحسن كفتاجي في جيربا في تونس. في تونس اللي هي واخدتها جيربا. جيربا الجائزة هذه. لا جيربا متألقة في وجبتين، فتيجي هنا تجرب الوجبتين. وصلنا عند احسن واحد اهو بيعمل كفتاجي. بص اسمه اهو ليه بارون. ايوه موجود هنا جنب السوق المركزي على طول. يلا نشوف احلى كفتاجي. سلام. ده زي درع اليوتيوب يا جماعه، واخدين درع الاكل في الكفتاجي في تونس كلها اهو. ادي الدرع اهو. اقوى كفتاجي. نضال واخد اقوى كفتاجي. امير ايوه يا نضال. امير اقوى كفتاجي. امير واخد اقوى كفتاجي. نصور الكفتاجي. شنو كيفاش يعملوا الكفتاجي؟ طريقه عمل الكفتاج ده فلفل قرعة. ومين؟ قرعة. ايه درعه دي؟ قرعة. يعني ايه درعه؟ قرعة شنو بالمصري؟ قرع عسل. ماشي. يعني كفتاجي فلفل وقرع عسل مش عارف وايه تاني بقى. بس كده. وعظم بيض. وبيض. اوكي. وبتحط عليه زيت زيتون. يبقى الكفتاجي فلفل وقرع عسل وبيض وزيت زيتون. يعني ميكس غريب والله. هندوق ونشوف. ده بيبقى مع الكفتاجي يا اما اسكالوب اللي هو فراخ يا اما كبده يا اما لحمه بقى تقريبا او حاجه زي كده. خلطه التوابل السريه كنتاكي. يلا. لا ميكس حاجات غريبه بجد يعني. هندوق حاجه غريبه فعلا دلوقتي. وزيت زيتون بقى. بكر اصلي. ماشي. بس زيتونة طول. هدوق من المطبخ. بسم الله. ده سخن. حلو فعلا. غريبه والله. حادق وحلو ومشطشط وسبايسي كله في بعض عشان قرع العسل. يعني قرع العسل خلطه سريه. حلو والله. جامد الكفتاجي. اوكي يلا. ايوه جعانين. كفتاجي. الكفتاجي في كفتاجي ساندويتش، كفتاجي طبق، كبده وما زال عندنا كفتاجي سكالوب. لا شكله مرعب. عظيم والله. لا خطير. فنية. ايه ده؟ تحفة فنية. لا طبق ما تحفه يعمل شيء. والله. طبق حلو جدا. ايه ده؟ اهي خد جايزه اهو. هو الجايزه اهي خلاص. خد جايزه اهو. شبيه طبخ. لا والله طبق كفتاج احلى كفتاجي اهو. ده ده ايه ده؟ هذه خلطة دي سبيشال. ماشي يلا. هذا لينا. تسلم ايدك. بارك الله فيك. شكرا. اهو دافنشي بتاع الكفتاجي. الله فانجو. لا طبق والله شكله حلو فعلا. احنا هناكل بقى دلوقتي طبق كامل مع طبق الكفتاجي بقى. الاصلي بيجي فيه ايه؟ عندك الجزء ده بيبقى حاجه متغيره يعني. ده سكالوب، هنا كبده كده. عندك بقى البيضه اللي هنا، كفتاجي بقى تحت هنا، وممكن يجيب لك بطاطس هنا. وممكن تاكل الكفتاجي بالعيش او تاكله بالشوكه. صح كده؟ نعم. فانت عندك طريقتين اكل الكفتاجي. انا مش قادر اكل عيش للامانه. بسم الله. انت ايه رايك في الكفتاجي؟ اقوى كفتاجي. انت دقت صح؟ اقوى كفتاجي. ملي حكيت معايا قلت لك نهزك اقوى كفتاجي في تونس. ومروان
توب بدون تعليق. بدون نمبر 1. نمبر 1. اهو محمد رمضان. غير مجامله راهو، ما هو من غير مجامله. الرسمي اقوى كفتاجي راهو في تونس، من غير مجامله فعلا. الراجل واخد رقم 1 صح؟ هو ما كانت الجائزه موجوده، هو واخد رقم 1 فعلا. مع المخ عبد الرحمن دوك السياح كفتاجي. العرب ولا التوانسه ولا الاجانب يجوا يفطروا ويتعشوا مخصوص. نجرب من هنا. مفيش اي تغيير، مازال حلو مازال حلو. في هريسه بقى هنا. احط الهريسه على الكفتاجي. هريسه بتحط على اي حاجه المفروض ما تسالش صح؟ باليد معناها تقليديه. دياري دي تقليديه صنعت أوه. في البيت، صنع في البيت. جامد جامد. بيهزرش المطعم ده. ادي الاسكالوب. كفتاجي توب صراحه. اقوى شاي صح؟ اقوى شاي بعد ما عبينا احنا عبينا خلاص، احنا عبينا جامد. احنا عملنا بريك هو عملنا كفتاجي تو نعملوا كاس خلاص. دلوقتي نحبس بقى، نحبس بالشاي. باش تشرب كاس العالم من الشاي. ده كاس العالم. كاس العالم من الشاي. يلا امس احلى شاي. انت امس استغربت كيفاش التاي باللوز. صح. قلت لي غريب التاي باللوز، لوز بالتاي. صح. جربنا التي باللوز. حاجات اخرى باللوز. بالتاي. ده اقوى شاي في تونس اهو، بطل العالم معانا. شو الحاجات اللي باش يحطهم؟ هو في ايه؟ ده مش شاي. هناكله؟ بالتاي مش تاي بالله. هو ايه ده؟ او الشاي ابتدى يبان اهو، الشاي ابتدى يبان. هذا كاس العالم. ده كده شاي تونسي. هو في ايه؟ اقوى حاجه مازال ده حط كوبايه مكسرات قد كده وبعد كده حط شويه شاي. هو بيعمل ايه؟ لا وريني وريني بتعمل ايه الخلطه السحريه. تعمل ايه هنا؟ في خلطه سحريه. طب ما تعملوه في طبق وناكله. اعملوه في طبق واكله بمعلقه. والله علاش سموه كاس العالم؟ ايه ده كل ده؟ شكرا. اغرب شاي هتجربه في حياتك في تونس يا جماعه بيبقى يعني مكسرات بالشاي، مش شاي بالمكسرات. ماشي بصوا ده منظر الشاي، يعني كله منظر الشاي عامل ازاي. كل دي مكسرات، يعني حاجه مش طبيعيه. ايه ده؟ فستق، بندق، لوز، كاجو، كل حاجه في الدنيا. احنا هناكل الشاي ده مش هنشربه. فهناخد شويه مكسرات اهو، بندق وكاجو، واللي هي الحاجه اللي بيقولوا عليها بندق هنا مش عارف ايه. بسم الله. ناخد شويه شاي. لا تجربه مختلفه خالص والله العظيم عن الشاي اللي احنا عارفينه. حلو والله، حلوه المكسرات بالشاي. المكسرات هنا بيسموها فواكه مجففه. خطير. وصلنا احدى الشواطئ المشهوره هنا في جربه. هو مشهور فعلا، يعني الدنيا زحمه. يعني بصوا في كافيه هناك ومطعم الناس قاعده بتاكل عليه. بحر مليان على الاخر. يعني احنا لسه ساعتين او ساعه ونص على الغروب، ما يغركوش الشمس اللي فوق دي. وناس كتيره بقى قاعده هنا في بيكنيك وقاعدين بقى بيستمتعوا بالاجواء بتاعه البحر والكلام ده. تقريبا ده بيعمل ايه؟ بمبلوني. بيعمل بمبلوني. ناخذ بمبلوني. ناخذ بمبلوني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف عامل ايه؟ الراجل عامل احلى شغل اهو يا جماعه. هنا في اسم الشاطئ سيدي جمور. هذا سيدي جمور. احنا هنا اهو في شط سيدي جمور. قاعد طول الصيف هنا. ها يلا تعالوا كلوا من عند الراجل الجميل ده. عايش على ايه حبيبي؟ عائلي. عائلي يعني اكثر اللي تشوفهم يعني كلهم يجوا البلاصه هذه عائلات. صح. فما برشا البحورات هي جزيره منين تمشي تحب تعوم. صح. في هذايا عائلي في اللي مشينا له المرفأ الساقيه جميل. الساقيه اللي مشينا له المره الاخرى الساقيه هذاك بحر جميل. الساقية. في الياتي 1 الياتي 2 الشواطئ في كل مكان. يعني عندنا الساقية مهم. الساقية كريستال. انت شفت ايوه الصبح المية كريستال. الصبح المية كريستال يا جماعة. هنا برضو الاجواء مختلفة، ولكن ما تظلموش لون البحر دلوقتي لان احنا ساعتين لحد المغرب. فبغض النظر يعني ادي الاجواء بتاعت الشاطئ. ناس كتيرة جدا جدا تعوم هناك. بس يعني احدى الشواطئ المشهورة
في جيربا، وفي شواطئ تانية طبعا كتيرة جدا مشهورة في جيربا. احنا على جزيرة، فعارفين انتوا ممكن تعوموا في اي حتة. إجابة على السؤال اللي سألناه في الأول، هل تستاهل الزيارة ولا لأ؟ الصراحة 100% لازم تضيفوها لرحلتكم وانتوا في تونس. أتمنى الفلوج يكون عجبكم. أنا عبد الرحمن علي، رحالة مستكشف مصري. متنسوش تشتركوا في القناة عشان تتفرجوا على فيديوهات أكتر ليها علاقة بالسفر.